في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا على عناصر الميتا تاج وعرفنا ازاي نستخدمها. في الفيديو ده هنتكلم على عنصر جديد بنقدر نستخدمه في الهيد، وبنستخدمه علشان خاطر نقدر نطبق ستايل معين على عناصر ال HTML من داخل صفحة ال HTML، وهو عنصر الستايل. في الفيديو ده هنعرف ايه هو عنصر الستايل، هنعرف امتى نستخدمه وامتى يفضل ان احنا ما نستخدموش. يلا نبدأ نشرحه. طيب عنصر الستايل بنكتبه ازاي؟ عنصر الستايل بنكتبه ان احنا جوه الهيد بنكتب ستايل. طبعا عنصر الستايل احنا جواه بنكتب محتوى، فبالتالي بعد ما بنكتب الاوبننج تاج بنعمل الكلوزنج تاج بالمنظر ده، عكس طبعا الميتا تاجز اللي احنا قلنا ان هم بيبقى اسمهم نون كونتينر تاجز، واللي هم معناهم ان هم ما فيهمش محتوى، هم بس بياخدوا عباره عن صفات او اتريبيوتس زي النيم والكونتنت، او زي البروبرتي والكونتنت زي ما شرحنا فوق في الاوبن جراف والتويتر كارد. لكن هنا في الستايل احنا بنكتب محتوى، يعني جوه الستايل هنكتب طبعا الستايل اللي احنا عايزين نطبقه على ال HTML. طبعا احنا هنا هندي مثال بسيط على استخدام ال CSS. طبعا احنا هنا هنتكلم بالتفاصيل لما نخش على كورس ال CSS، لكن حاليا احنا هندي بس مثال بسيط، لان يعتبر عنصر الستايل من عناصر ال HTML اللي احنا لازم نفهمها قبل ما نخش نتكلم بطلاقة على ال CSS. فاحنا هنا كتبنا الستايل وعملنا الاوبننج تاج والكلوزنج تاج، وهنا طبعا جوه الستايل بنقدر نطبق الستايل اللي احنا عايزينه على عناصر ال HTML. دلوقتي قبل ما اكتب اي حاجه بعمل كليك يمين وبدوس على اوبن ويز لايف سيرفر عشان خاطر يفتح لي الموقع بتاعي كسيرفر، واقدر اشوف التعديلات ريال تايم او في الوقت المباشر. ودلوقتي مثال بسيط، احنا عندنا هنا في ال HTML عندنا هنا عنصر البادي اللي هو مش متطبق عليه اي ستايل. لو انا جوه الستايل هنا وكتبت بادي وكتبت، طبعا لو انت لسه مش عارف ايه هي لغه السي اس اس ما تقلقش، الكلام ده كله هنشرحه بالتفاصيل في الكورس، لكن انا هنا بس بدي مثال عن ازاي نستخدم عنصر الستايل. هنا مثلا لو كتبت بادي وهنا دخلت كتبت مثلا باك جراوند كولر، ودي يعتبر بروبرتي او خاصيه بنستخدمها علشان خاطر نغير خلفيه البادي اللي هو يعتبر كل صفحه ال HTML اللي انت شايفها. فبالتالي لو انا هنا عايز اغير اللون الابيض ده اخليه مثال بسيط لون ازرق، بقدر اكتب هنا بلو وبسيب، بلاقي ان البادي على طول اتطبق عليه اللون الازرق اللي احنا كتبناه في الباك جراوند كولر هنا جوه الستايل. طيب امتى نستخدم الستايل؟ الستايل يفضل ان انت تستخدمه لما تكون عايز تعمل تعديلات بسيطه جوه فايل ال HTML. يعني لو انا عايز اطبق حاجه بسيطه زي مثلا ما انا عملت على البادي، لو انا مثلا عايز اغير الباك جراوند كلر، او انا محتاج اعمل حاجه بسيطه او اكتب مثلا كم خاصيه تبع ال CSS، بقدر اكتبه في صفحه ال HTML زي ما انا عملت دلوقتي جوه الستايل. طيب امتى ما استخدموش لو انا عارف ان صفحه ال HTML بتاعتي كبيره، واني لو انا كتبت خواص ال CSS جوه صفحه ال HTML الصفحه بتاعتي هتبقى كبيره قوي، ولما انا بعد كده اكون عايز اغير حاجه او اعدل حاجه مش هعرف انا فين بالظبط، او انا هلاقي عدم نظام في المشروع. فبالتالي يفضل ان انا اعمل ملف سي اس اس، وده طبعا اللي هنشوفه في الفيديو الجاي لما نتكلم على اللينك، واوصله بصفحه ال HTML. ده يعتبر اول سبب يخليني ما استخدمش عنصر الستايل جوه صفحه ال HTML. ايه هو تاني سبب؟ تاني سبب هو اني لو عندي اكتر من ملف HTML ومحتاج اطبق فيهم نفس الستايل. يعني مثال بسيط، لو انا مثلا عندي صفحه تاني نشوف مع بعضينا مثال، ان انا هنا غير الاندكس دوت اتش تي ام ال عندي مثلا صفحه اسمها كونتاكت اس دوت اتش تي ام ال. هنا مثلا عندي ال HTML اللي انا بقدر اكتبه زي ما انا قلت لكم، ان انا بكتب علامه تعجب وبدوس انتر بيكتب لي، هو يعتبر الحاجات اللي انا بكتبها بنفسي في ال HTML. فباجي هنا مثلا واكتب كونتاكت اس بيج. طبعا الصفحه دي اقدر اخش لها بان انا اخد اللينك ده كوبي، وبدل ما اكتب اندكس بقدر اكتب كونتاكت اس، واللي هو بيكون يعتبر اسم ال HTML، اسم الصفحه بتاعت ال HTML اللي هنا في الحاله دي كونتاكت اس. هلاقي اني الستايل اللي انا طبقته في index.html ما اتطبقش على صفحه كونتاكت اس. فبالتالي لو انا عايز استخدم عنصر الستايل، اللي انا بضطر اعمله ان انا باخد كوبي اللي انا كتبته في صفحه index.html وبحطه في صفحه الكونتاكت اس علشان خاطر يتطبق كمان في صفحه الكونتاكت اس. ودي طبعا حاجه مش مستحبه، لاني كده انا بعيد الكود اكتر من مره، وبالتالي لو الكود فيه حاجه غلط بضطر اخش على كل الصفحه اللي انا حطيت فيها الكود ده
وافضل اعدل في كل صفحه ورا الثانيه، فبالتالي يفضل انت ما تعملوش. ثانيا لو السايل كبير جدا انا كده بحط كود كتير، وده طبعا بيقلل البرفورمانس لان انا كده عمال ازود في الكود، وبالتالي مساحه الفايل بتكبر، وده طبعا بيقلل البرفورمانس لان انا بعد كده بخش على صفحه HTML، صفحه HTML بتكون كبيره ومليانه محتوى، فبالتالي مساحتها بتكون كبيره، وده طبعا بيأثر على البرفورمانس. فدي طبعا تاني حاله ما نستخدمش فيها عنصر الستايل. طبعا في الفيديو الجاي هنعرف لما نتكلم على عنصر اللينك هنعرف ازاي نقدر نوصل ملف CSS باكتر من فايل HTML. احنا دلوقتي بس بنتكلم على عنصر الستايل. وبكده يبقى احنا خلصنا. هو عنصر بسيط جدا زي ما انا قلت في الاول، نقدر نستخدمه بس لو عندنا حاجه بسيطه محتاجه تعديل في CSS نقدر نعملها جوه الستايل من غير ما احنا نبدا نعمل صفح ونبدا نوصل. لكن يفضل دايما ان احنا نستخدم ملف CSS مختلف على ال HTML علشان خاطر حتى نظبط شكل المشروع بتاعنا ونقسم الصفح. ال HTML يكون خاص بال HTML، وال CSS يكون خاص بال CSS، والجافا سكريبت يكون خاص بالجافا سكريبت. واستنوني في الفيديو الجاي هوريكم ازاي نقدر نعمل ملف واحد بس CSS ونوصله لاكتر من ملف HTML. شكرا.